تعالى بقى كده نبدا بيونت 7 نشوف بيتكلم معايا على ايه. بص يا سيدي، عندي يونت 7 بيتكلم معايا على حاجه اسمها الالزام وعدم الالزام والتحريم والنصيحه. حلو الكلام. طيب انا عندي بعض الافعال او بعض الكلمات كده هنمشيها ان هم كلمات، تمام؟ انا بستخدمهم للحاجات ديك للتعبير عن الالزام وعدم الالزام والتحريم والنصيحه. طيب يهمني ان انا دلوقتي افهم كل كلمه من دول، تمام؟ تركيبها ايه وبستخدمها في ايه. حلو الكلام. طيب يا سيدي، اول حاجه عندي انا عندي بستخدم الكلمات ديك must، تمام، او have to او has to. طبعا انت هنا لو خدت بالك هتلاقي ان ده verb to have اللي هو مع المفرد بستخدم has ومع الجمع بستخدم have. قال لي ماشي. طيب وعندي طبعا ضمير عندي قصدي ضمير I بياخد have. طيب تعال نشوف كده. عندي هنا تركيب كلمة must. بص يا سيدي، لازم ابدا الاول بالسبجكت، الاسم او الضمير الفاعل يعني. الفاعل ده يا اما اسم يا اما ضمير، وهحط كلمة must بعدها اللي هي بمعنى يجب، تمام، وبعد كده المصدر. حلو الكلام. طيب دي بستخدمها في ايه؟ بستخدمها للتعبير عن الضرورة، تمام، والالزام. حلو الكلام. قال لي ماشي. طيب هنا مثلا you must follow the teachers، يجب ان ايه تتبع المعلمين. طيب يا سيدي، عندي الحاجة التانية، عندي زي ما قلت لك مع المفرد اللي هو هي شي ات احط has to وبعد كده المصدر. وطبيعي ان انا احط to، طبيعي ان انا احط مصدر عشان عندي حرف الجر to. طيب تعال نشوف اللي بعده. عندي ضمائر الجمع زي ما قلت لك هتاخد have ومعاها الضمير I وبعد كده المصدر. ماشي يا سيدي. طبعا بص كده، انا بلم لك الدنيا كده بشكل سريع، ولما نيجي نحل انا بس كل الهدف من ان انا اشرح لك الجرامر دلوقتي انا مش هشرحه بشكل تفصيلي قوي، لا، انا عايز افكرك بيه بس. وفي الحل هتلاقي ان انا بشرح لك القاعده من اول وجديد بس في هيئه سؤال. حلو الكلام عشان تثبت معاك اكتر. طيب بص يا سيدي، احنا وصلنا لفين؟ قلنا هنا في حالة النفي بقى، هي هنا كانت يجب عليك، صح كده؟ يبقى هنا لا يجب. حلو الكلام. فهستخدم النفي، هحط الابوستروف تي. طيب هتبقى don't have to و doesn't have to. قال لي ماشي. هنا عندي بستخدم الاول بحط الفاعل الاول وبعد كده don't او doesn't، بعد كده have to، بعد كده المصدر. قال لي ماشي. في حالة السؤال الاستفهام يعني السؤال، عندي هنا بتتكون كالآتي. طبعا ان انا عشان اعمل سؤال بحط الفعل المساعد في الاول، واحنا الفعل المساعد اللي كان عندنا في القاعدة احنا قلنا doesn't، وهنا كنا بنقول doesn't و don't، يبقى الاصل بتاعها كان verb to do. فهحط verb to do في الاول اللي هو do does، وبعد كده هحط الفاعل، بعد كده have to، بعد كده المصدر. طيب تعالى نشوف اللي بعده. هنا برضو كان عندي mustn't، تمام، دي بستخدمها للتحريم، تمام، او المنع. حلو الكلام. طيب تركيبها عامل ازاي؟ بحط الفاعل بعد كده mustn't بعد كده المصدر. طيب لو ركزت هتلاقي ان كله هنا بيبقى ماشي معايا بالمصدر، يعني في الاخر بحط مصدر. طيب عندي هنا عندي should، تمام، عندي كلمة should اللي هي بستخدمها للنصيحة او للاقتراح. حلو الكلام، اللي هي بمعنى يجب عليك. طيب بحط الاول فاعل بعد كده شود بعد كده المصدر. بتركز بقى ان انا عندي ماست وشود. هنا كانت عن المنع والتحريم هنا في النفي يعني، وعندي هنا شود بستخدمها للنصيحة. طيب كده كان جرامر يونت 7. تعال نشوف اللي بعده. تعالى بقى كده نخش على جرامر يونت 8، بيتكلم معاه على حاجة اسمها صفات وضمائر الملكية. بص يا سيدي عشان ما توجعش دماغك، انا عندي صفات، ثواني كده، عندي صفات الملكيه، تمام، بتوضح، تمام، هما الاثنين بيوضحوا الملكيه من الاخر، بيعرفوك الحاجه دي ملك مين، يا اما الصفه او ضمائر الملكيه. طيب عندي هنا صفات الملكيه، تمام، لازم يجي قبل الاسم، لازم تيجي قبلها اسم. طيب بالنسبه بقى لضمائر الملكيه ما يجيش بعدها اسم. يبقى دي كده الحاجه اللي انت فهمتها. طيب تعالى بقى كده نشوف
ودول طبعا انت بتحفظهم. انا هنا عندي الضمائر اللي انا ببقى ماشي عليها، الضمائر الشخصيه. عندي هنا اي هتبقى ماي، تمام. هبدا اطبق لك عليها دلوقتي تحت. عندي وهنا هتبقى ضمير ملكيه تبقى ماي. he his she hers it هنا ما بحطش. we ours they theirs theirs. طيب لو خدت بالك هنا بص، this is my book يعني ده كتابي. حلو الكلام. طيب this book is mine هذا يكون كتابي. برضك ما غيرتش حاجه، الاثنين بيدلوا على الملكيه. طيب بس انت هنا خدت بالك ان هنا الضمير ده جه فين؟ جه قبل الاسم. طب هنا خدت بالك جه بعد الاسم. دي الفكره بتاعت الدرس. يعني انا كده هحط ماين امتى؟ لا ماين هحطها في الاخر. طيب هنا حطيت ماي امتى؟ لا انا حطيتها قبل الاسم لو خدت بالك. طيب يا سيدي دي كده فكره الدرس. الدرس عامه الدرس كله بسيط. طيب يا سيدي تعالى بقى كده نخش على يونت 9. بيتكلم معايا على حاجه اسمها استخدام ابوستروفي اس في الملكيه. بص يا سيدي، اول حاجه بمعنى اصح يعني امتى بستخدم الحرف الاس الابوستروفي ده في الملكيه. طيب اول حاجه لو جالي اسم مفرد، تمام، وعايز اعبر عن الملكيه فهحط ابوستروفي اس. يعني مثلا هنا تعال نشوف المثال ده. هنا it is، تمام، عاطف وحطيت هنا ابوستروفي اس. بايك، هنا بايك دي معناها ايه؟ عجله، صح كده؟ طيب هنا انا عبرت بالابوستروفي اس ان العجله ديت بتاعت عاطف. حلو الكلام. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا الاضاءه طبعا ضاربه في عيني فمش شايف. اذا جاء اسم جمع، تمام، يعني منتهي باس، بعمل حاجه بحط طبعا هو في اس كده كده فبحط الابوستروف اللي هي الشرطه دي، تمام، بعد الاس اللي هي بتاعت الاسم الجمع. يعني عندك جيرلز اللي هي البنات، هو ده كده كده اسم جمع فانا هحط الايه الابوستروفي كده. طيب تعال نشوف اللي بعده. لو جه بقى اسم جمع غير منتهي بالاس، يعني اسم جمع هو ما بيبقاش فيه اسم، هنا ان انا هحط الابوستروفي عادي جدا، هحط ابوستروفي اس عادي. يعني بص كده children هي كده ده اسم جمع فانا هحط له ايه الاس. طيب هو ما كانش فيه اس فانا حطيت له الاس من عندي. طيب لو جه عندي اسم مفرد منتهي باس، اسم مفرد عادي جدا منتهي باس، فهنا ان انا ممكن ان انا اعمل كالاتي، ان انا ممكن احط له ازود له اس تاني، تمام، بالابوستروفي، او ممكن ان انا احط ايه الابوستروفي بس. طيب يعني بص كده هنا عندك هنا ده اهو في اس، لا عادي ممكن احط له ايه اس تاني وبالابوستروفي. هنا برضك هنا اهو حطيت الابوستروفي عادي. طيب يا سيدي لو جاء مثلا هنا كده مثلا لو جاء عندي اسمين، تمام، هنا اسمين جمع مثلا، انا هنا بتكلم في حاجه في الجمع فعندي اكتر من حد. يعني مثلا هنا عندك اهو هنا ضمير وادي هنا اسم، تمام كده دول اتنين، صح كده؟ هنا عندي اي ميت علي، انا قابلت علي ومنى، انا كده عندي اسمين، صح كده؟ طيب فبحط الابوستروفي في الاسم التاني. يعني لو خدت بالك ده الاسم الاولاني، ادي الاسم التاني انا هحط فيه الايه الابوستروفي. طيب هنا ممكن برضك ان انا استخدم الابوستروفي مع الوظائف اللي بتشير الى المكان. بمعنى بص كده هنا مثلا انا عندي this is a baker، هنا كده انا بتكلم على الخباز. حلو الكلام، لان هنا في اي ار. طيب ممكن برضك ان انا اجيب بيكرز واحط لها ايه ابوستروفي اس. حلو الكلام، تبقى كده معناها المخبز او المكان، مكان المخبز يعني اللي هو استخدمت المكان يعني. طيب يا سيدي هنا ما بستخدمش الملكيه مع الجماد، اي حاجه فيها جماد ما بستخدمش معاها الملكيه. طيب هنا برضو بستخدم الابوستروفي اس مع التعبيرات الزمنيه، تمام. يعني بص كده تعالى نشوف هنا
ده كده وحده زمنيه ولا لا؟ هو ويك اسبوع، انا هنا ضفت اس. تمام. بس انا هنا ما بستخدمش مع التعبيرات الزمنيه المفرده. تمام، انا بستخدم مع الجمع. يعني هنا مثلا هو اسبوع مفرد ولا جمع؟ اسبوع لا ده مفرد واحد، مش هحط له. لو اسبوعين 2 ويكس، لا يبقى كده لا، انا هحط ايه؟ هحط ديك عشان هتتحط مع الاس بتاعتها. قال لي ماشي. طيب تعالى كده نشوف اللي بعده. لو انا بعمل سؤال انا هستخدم كلمه الاستفهام اللي هي هوز، اللي هي ملك من. تمام، هي دي الحاجه الوحيده اللي عندي ممكن ان انا استخدمها مع الملكيه. هستخدم كلمه الاستفهام ووز. طيب يا سيدي، كده اكون خلصت لك جرامر يونت 9. هسيب لك بقى جرامر في فيديو طبعا انا كنت مصوره قبل كده، فهحطه لك في النص التاني من الجرامر. تمام يا سيدي. تعالى بقى كده نخش على يونت 10 معايا. بيتكلم معايا على حاجه اسمها زمن المستقبل. يعني ايه زمن المستقبل يا مستر؟ يعني ايه مثلا الفعل ده مثلا ده في انه زمن؟ يذهب، ها مضارع. طب ذهب، ها ماضي. سوف يذهب، قلت لي مستقبل. يبقى ده كده اسمه زمن المستقبل. طب انت عندك عشان تعمل في العربي تعبر عن زمن المستقبل استخدمت كلمه اسمها ايه؟ قال لي كلمه يا مستر اسمها سوف. صح كده؟ طب ما انا نفس الكلام، انا عندي كلمه ويل بمعنى سوف. طب تعالى كده نشوف استخدامات ويل ديت بنعملها ازاي، او بنعمل ازاي جمله باستخدام كلمه ويل. بص يا سيدي، قال لك عشان اعمل جمله لازم تبدا معايا بالسبجكت. السبجكت ده اللي هو الاسم، تمام، اللي هو الناون، الاسم او البرو ناون اللي هو الضمير. قلت له تمام. بعد كده قال لك بتحط لي كلمه ويل. طيب بعد ما احط كلمه ويل قال لك في عندي حاجه اسمها الانفينيتيف اللي هي المصدر. يعني ايه يا مستر المصدر؟ يعني الفعل ساده بدون اي زياده. يعني ايه يا مستر الفعل ساده بدون اي زياده؟ ايه شغل القهوه ده؟ يعني بمعنى اصح يكون الفعل ما فيهوش اي اضافات، لا في اس ولا اي اس ولا في دي اي دي او اي اي دي، ما فيهوش اي اضافات خالص. قلت له تمام، يعني الفعل في المصدر. قلت له تمام. طيب انا عايز انفي كلمه ويل ديت، يعني هقول مثلا النفي بتاعها ان انا بعمل جمله في الاثبات. قال لي تمام. طيب النفي بقى من كلمه ويل، قلت له بص يا سيدي انا عندي طريقتين للنفي. يا اما هنفي بويل واحط جنبها نوت تبقى ويل نوت يعني، يا اما هنفي بوونت يعني هختصرها هحط الابوستروف تي تبقى وونت على طول. قال لي تمام. يبقى انا كده يا مستر عشان اعمل النفي هحط السبجكت بعد كده يا اما will not يا اما won't وبعديها المصدر برضه. يبقى انت كده لازم تعرف ان انا عندي في الاثبات بحط برضك المصدر وفي النفي بحط المصدر. قال لي تمام. طيب تعالى نشوف اللي بعده. لو انا بقى عايز اعمل سؤال، بص يا سيدي، عشان تعمل اي سؤال في اي قاعده بتشوف الفعل المساعد اللي عندك وتقوم حاطه في الاول. لو حطيت الفعل المساعد في الاول يبقى انت كده عملت سؤال باستخدام الفعل المساعد بتاع القاعده وبيترجم معايا بمعنى هل. قال لي تمام. في طريقه تانية؟ قلت له اه. بص يا سيدي، الطريقه التانية ان انا ممكن احط هنا كلمه استفهام اللي هي بتبدا ب دبليو اتش زي مثلا وات وير والحاجات اللي زي كده. قال لي تمام يا مستر. بص بقى يا سيدي، عشان برضو اعمل سؤال بحط الاول الفعل المساعد بعد كده الفاعل السبجكت بعد كده المصدر وبعد كده طبعا هنا اداه الاستفهام او علامه الاستفهام، اسف. طيب يا سيدي هنا طبعا برضو كده زي ما احنا قلنا. طب يا سيدي بستخدم بقى زمن المستقبل البسيط ده بستخدمه في ايه؟ قال لي بص يا سيدي، قال لي انا عندي استخدامات المستقبل بستخدمه في الاول للتعبير عن القرارات السريعه. بمعنى لو دلوقتي الباب خبط، هو انا بقعد اسبوع افكر اقول استنى كده والنبي انا الاسبوع الجاي ده انا هبقى اروح افتح الباب واسيب الراجل اللي بره بيخبط؟ اكيد طبعا لا، اكيد انا بروح بفتح الباب على طول. يبقى ده كده اسمه قرار سريع، صح كده؟ قال لي تمام. طيب وبرضك بنستخدم الزمن الفيوتشر سيمبل اللي هو المستقبل البسيط بستخدمه للوعود. لو انا مثلا بقول لحد انا هوعدك بحاجه، انا هجيب لك، لو انت مثلا ذاكرت هجيب لك مثلا ايفون 17. طبعا اكيد ده ما بيحصلش، تمام، احنا مش لاقيين ناكل. لو جيت مثلا قلت لك بقول له انا ها صح كده؟
يبقى انا كده بتكلم في زمن المستقبل. طيب يا سيدي، يبقى انا كده بستخدمه للوعود وبستخدمه للقرار السريع. طيب، وكمان ممكن ان انا استخدمه للعروض لو انا بعرض على حد. تمام، يعني مثلا بقول لحد ايه، انا بعرض عليك حاجه، مثلا بقول لك تشتري مثلا مني الريموت ده مثلا، او البرزنتر ده. طب يا سيدي، يبقى انا كده بستخدمه للعرض، تمام، وبستخدمه برضو للوعود. تعالى بقى كده نخش على الجزء الثاني معايا. عندك جرامر يونت 11 بيتكلم معايا على حاجه اسمها درجات المقارنه. بمعنى ان انا عندي، لو انا يا مستر عايز ان انا اقارن ما بين شخصين، بعمل ايه؟ او ثواني بس كده، هو انا عندي كام نوع من الصفات؟ واحد هيقول لي ان انا عندي صفه طويله وعندي صفه قصيره. طيب، الصفه الطويله اللي هي بيكون لها اكتر من مقطع، والصفه القصيره بيكون لها مقطع واحد بس. زي مثلا، يعني ايه اصلا مقاطع؟ هفهمك ده دلوقتي. لو انا مثلا عندي كلمه زي كلمه تول، تول دي اتقالت على كذا مره، ولا اتقالت على مره، ولا اتقالت على كذا مره؟ اتقالت على مره. طيب، باج اتقالت على كذا مره ولا مره؟ مره. طيب، expensive اتقالت على كذا مره ولا مره واحده؟ لا، على كذا مره. طيب، الكلمه اللي بتاخد، او الصفه اللي بتاخد اكتر من مقطع، بتتقال على كذا مره، تبقى دي اسمها صفه طويله. طب لو الصفه بتتقال على مره واحده، تبقى ديت معناها ايه؟ صفه قصيره. قال لي تمام. يعني انا كده عندي كلمه old، قديم، ديت صفه طويله ولا قصيره؟ لا، ديت كده قديم، قصيره. طيب، كلمه tall معناها طويل، يبقى ديت كده قصيره ولا طويله؟ ها، قصيره. طيب، هي كلمه tall معناها طويل، بس كصفه هي صفه قصيره. طيب، يبقى انا كده عندي صفات قصيره وعندي صفات طويله. طيب، اركز بقى عشان اعرف الفرق ما بينهم. بص بقى يا سيدي، لو انا مثلا عندي واحد اسمه عمرو، تمام، وعندي واحد تاني مثلا اسمه علي. انا عندي عمرو وعندي علي، مين فيهم الاطول؟ اللي علي. طب مين فيهم الاقصر؟ عمرو. طب يا سيدي، لو انا بقى عايز اقول ان علي اطول من عمرو، بقولها ازاي؟ قلت له والله يا مستر، بتجيب الاطول مين هو؟ علي، تمام، هيكون is taller. فين الصفة؟ هي كانت تول، صح كده؟ ضفت لها اي ار عشان تقول ده اطول، فبقت طويل، بقت اطول، صح كده؟ عايز تقول من بقى، من علي، من عمرو، فهتقول كلمة زان. كلمة زان ديت معناها من. طيب، وهتحط الاسم التاني عادي، من عمرو. قال لي تمام. يعني انت كده يا مستر بتجيب الصفه وبتضيف لها اي ار، وبعد كده بتضيف كلمه زان، صح كده؟ وبتحط طبعا الحاجتين اللي انت عايز تقارن ما بينهم. قلت له بالظبط كده. يبقى انا كده بجيب الصفه واضيف لها اي ار، بحط كلمه زان اللي هي من، تمام، وبحط هنا طبعا الحاجتين اللي انا عايز اقارن ما بينهم. قال لي تمام. طيب، ده طبعا في الصفه القصيره. هتفرق يعني يا مستر؟ طبعا هتفرق، لان انا عندي الصفه الطويله لما باجي بقارن ما بين حاجتين، بقارن بطريقه تانية. بمعنى ان انا عندي هنا في الصفه الطويله بعمل حاجه، عندي كلمه more معناها اكثر، وعندي كلمه less معناها اقل، تمام؟ قال لي تمام. طيب، هحط بعدها الصفه الطويله وبعدها كلمه than، زي مثلا هنا the Nile more، اكثر تلوثا من was before. قال لي تمام. يبقى انا كده لو خدت بالك، انا حطيت هنا كلمه زان في النص، هنا حطيت كلمه مور اللي هي بمعنى اكثر. قال لي ماشي. طيب، تعالى كده نشوف الجزء الثاني مع الصفات القصيره برضو، تمام. في عندي طريقه، لو انا عايز بقى اقول اكبر، اصغر، هكذا، تمام. ما انت هنا مش بتقارن ما بين حاجتين. لو انا مثلا عايز اقول زي هنا the elephant، تمام، is the biggest animal، يبقى انا كده بقول ايه؟ بقول هو الاكبر
هو الأكبر. انا هنا مش بقارن، انا بقول لك هنا هو الاكبر. ليها طريقه، ايه هي؟ بس طبعا تركز ان دي مع الصفه القصيره. بجيب الاول ذا، بعد كده الصفه، تمام، اللي هي طبعا القصيره. ركز في الجزء ده. بحط يا اما اي اس تي او اس تي او اي اس تي. اللي تمام. خش على الجزئيه اللي بعد كده. هنا عندي مع الصفه الطويله. طويله، ركز عشان ما تتلخبطش. عندي حاجه اسمها ذا موست، تمام، معناها الاكثر، تمام، ودي بتيجي مع الصفه الطويله. وعندي حاجه اسمها ذا ليست، دي معناها الاقل وبتيجي برضك مع الصفه الطويله. ركز. طيب، ونفس الفكره. طب يا سيدي، هنا برضك عندي جزئيه مهمه، ودي اكتب عليها في اي بي، دي اللي هتجيلك في الامتحان. في اي بي ايه هي؟ بص يا سيدي، اي حاجه بتدل على الملكيه، اي حاجه من دول كده بتدل على الملكيه، بعمل حاجه. لو لقيت كلمه ذا بحذفها. بعمل ايه؟ لو لقيت كلمه ذا بحذفها. بمعنى ان انا هنا اي حاجه تدل على الملكيه هحذفها. حلو الكلام. طيب، في ايه تاني برضك بيدل على الملكيه؟ عندي الابوستروف اس، بيدل برضك على الملكيه. فلو لقيت كلمه ذا، فاي حاجه بتدل على الملكيه في الصفات بحذفها. قال لي ماشي. هنا برضك لو انا بقارن في حاجتين، بقارن ما بين حاجتين يعني، فهنا هستخدم ايه؟ هستخدم هنا الطريقه اللي انا قلت لك عليها فوق في الاول، اللي هي بجيب الصفه، تمام، وبحط لها اي ار. قال لي تمام. يبقى ده كده جرامر يونت 11. طبعا انا هحل معاك كميه حل، وهحل معاك كذا امتحان بحيث ان انا اثبت لك الدنيا اكتر. قال لي تمام. تعالى كده نشوف يونت 12 بيتكلم معايا على ايه. يلا بينا. تعالى بقى كده نخش على جرامر يونت 11. بيتكلم معايا على حاجه اسمها الكانتبل ناونز والانكانتبل ناونز، يعني الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد. بمعنى اصح، الحاجه اللي بتتعد والحاجه اللي ما بتتعدش. طيب، بص يا سيدي، هبدا معاك باول حاجه، الحاجات اللي ما بتتعدش. بص يا سيدي، انا عندي حاجه اسمها ان وعندي حاجه اسمها ال. دول بمعنى واحد من الحاجه. بمعنى انابل معناها تفاحه واحده. مثلا هنا ابوك، هنا عندي ده كتاب واحد. ابن معناه ده برضو ايه؟ قلم واحد. طيب، يبقى انا كده بستخدم اداه النكره قبل الاسم المفرد. حلو الكلام. ولازما عشان استخدم ما بيكون بيبدا بحرف ساكن، بمعنى ان هو مش حرف متحرك. طب هم ايه الحروف المتحركه اصلا لو انت ما تعرفهمش؟ عندي الاي والاي والاي والاو واليو. حلو الكلام. لو انت لقيت اي حرف من دول هتحط يعني لقيت كلمه بتبدا باي حرف من دول هتحط طيب، ما لقيتش دول، ما لقيتش اي حرف بيبدا باي، الكلمه ما بتبداش باي حرف من دول، هحط ايه؟ قال لي ماشي. طيب، يبقى انا كده عرفتك امتى بستخدم وامتى بستخدم طيب، يعني بص كده، هنا عندي، هنا احنا حاطين حرف الايه ليه؟ عشان هنا في بي، والبي ده ساكن ولا متحرك؟ لا ده ساكن. طيب، المتحرك اللي هم اي حرف من دول. حلو الكلام. طيب، تعال نخش على الجزئيه اللي بعد كده. طبعا هنا زي ما قلت لك بنستخدم باي حرف بيبدا باي كلمه بتبدا بحرف متحرك، زي دول اهي، اج اهي، ده الاي، تمام، وهنا عشان كده انا حطيت حلو الكلام. طيب، تعال نشوف اللي بعده. هنا بقول لك عندي بتيجي قبل الحروف الفرديه، تمام، وبعض الاختصارات. بمعنى انا عندي ام بي 3، ما هو ده اختصار اللي هو الاغاني، صح كده؟ مش ده احنا بنستخدم الام بي 3 ده اختصار لكلمه؟ قلت له تمام. اس او اس، ما هي دي برضو اختصار لكلمه، فبستخدم قبل الاختصارات بستخدم قلت له ماشي. طيب، تعال نشوف اللي بعده. هنا مثلا طبعا هنا الاضاءه ضاربه في عيني فانا مش شايف. هنا مثلا الاسماء التي لا تعد تعامل معامله المفرد. حلو الكلام. يعني اي اسم
ما بيتعدش، انا بعامله طبعا معامله المفرد، تمام، ولكن ما بيجيش قبله لا ولا ان. حلو الكلام. وما بيتجمعش برضه. يعني مثلا عندي information معناها ايه؟ معلومات. طب هي information دي جمع؟ لا، هي ما هي مش جمع، بس هو اسم ما بيتجمعش، هي معلومات، تمام. طيب ادفايز، نيوز، اخبار، فلوس، اللي هي كلمة ماني معناها فلوس، لكن انت عمرك ما عديت 1 فلوس 2 فلوس 4 فلوس، صح كده؟ انت بتعد الباوندز اللي هي الجنيهات، صح كده؟ قال لي تمام. طيب في هنا برضو عندي حاجة مهمة، ايه هي؟ عندي حاجة اسمها a lot of، وعندي حاجة اسمها lots of. طيب ايه الفرق ما بين دي وايه الفرق ما بين دي؟ بص يا سيدي، الاتنين بمعنى قليل من، تمام، وبيجوا قبل الاسماء التي لا تعد والاسماء الجمع، تمام. يبقى دول كده بيجوا يا اما بيجوا قبل الاسماء الجمع والاسماء اللي ما بتتعدش، ومعناهم ايه؟ ها، كثير من. حلو الكلام. قال لي تمام. حتى بص هنا اهي، هنا جايه برضو بايه؟ قبل حاجه هي ما بتتعدش، زي الايه؟ الووتر. انت عمرك عديت الميه؟ 1 ميه، 2 ميه، 3 ميه. بص بقى يا سيدي، كده انا خلصت لك كل جزء عندك في الجرامر. هبدا ان انا احل معاك مجموعه امتحانات شامله، واحل معاك حبه اسئله على الجرامر، تمام. تقدر ان انت تخش كده امتحانك وانت واقف على ارض صلبه باذن الله. يلا، سلام عليكم.